مرحبا. الحركة البسيطة للجسم الصلب، ميكانيكتين رياضيات سنة ثالثة. مثال واحد: صفيحة ABCD مستطيلة مبينة بالشكل واحد، أبعادها 10 شحطة 6. ممكن الحقيقة أخذ واحدة طول أو بدون واحدة طول. تتحرك في مستوٍ شاقولي OXY بسرعة منتظمة، شدتها 1 متر على السكند، وفقا للمحور الأفقي OX. المطلوب: 1. أثبت أن الصفيحة مجموعة متماسكة بين قوسين جسم صلب. 2. عين سرعة نقطة مركز الصفيحة M. هاي هي الصفيحة هون ABCD. هاي هون مبين الإحداثيات. طبعا قادر استنتج إحداثيات رؤوس الصفيحة. طبعا أنا أخذت 3 نقاط ABD ليست على استقامة واحدة، لأنه تعريف الجسم الصلب أنه 3 نقاط ليست على استقامة واحدة، البعد بين كل نقطتين ثابت. واستنتجت إحداثيات A من خلال الرسم، وإحداثيات B وإحداثيات D. هاي الإحداثيات. وطبعا السرعة معطاة، وطبقت خصائص النظرية الأساسية في الحركة. شروط تحقق شروط 3، يعني AB شعاع مضروب ب VA شعاع يساوي AB شعاع مضروب ب V بشعاع. هاي المعادلة رقم 1. طبعا هون هاي تفسيرها انه XB ناقص XA شحطة YB ناقص YA ضربتها بالVA اللي هي 1/0 تساوي، كررت هون XB ناقص XA شحطة YB ناقص YA وضربتها بالBA، وبعد التبديل طلع معي الشرط الأول ناقص 6 يساوي ناقص 6، يعني محقق. كررت هذا الكلام على الحرف BD، هياته هون طلع بعد التبديل طلع معي 10 يساوي 10 أيضا محقق. وكررته على الAD هنا في المعادلة رقم 3، طلع معي بعد التبديل والحل 4 يساوي 4. إذن الشروط 3 على محققة والمجموعة صلبة أو متماسكة. فيما يتعلق بسرعة المركز هون M، طبعا احنا أوجدنا إحداثيات النقطة M من خلال الرسم البياني اللي هي طبعا بمنتصف الصفيحة، وأخذت بعين الاعتبار مبدأ الإحداثيات، وبالتالي استنتجت M إحداثيات 15 شحطة 13، وبفرض سرعتها مجهولة مثلا A و B، يعني المركبة الأولى قيمتها A والمركبة الثانية قيمتها B. وطبقت هذه المرة الشروط المعروفة على الام يعني وصلت M مع A، وصلت M مع B، وصلت M مع D. وطبقت الشروط 3 تطبيقات نظرية الحركة الأساسية، وحليت المعادلات تاعي 4 و5. هاي المعادلة و6. بحل المعادلات هدول طلع معي سرعة المركز هي 1 و0. وبالتالي أجد أنه كافة النقاط تسير بنفس السرعة، لأنه الجسم صلب والمجموعة متماسكة. أشكر حسن استماعكم.